والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال: ومعنى هذا الكلام، أي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وليس له كلام وإنما نقل الأدلة كما تقدم معنا أن هذه هي طريقة هذا الإمام وهذا الشيخ وهذا المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في تآليفه وفي كتبه، أنه لا يأتي بكلام الله، إنما يأتي بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فقط يأتي بهذا، يعني بهذا الكلام بالدليل من الكتاب والسنة، أو ما يفسر هذا الدليل من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين، فهذا هو الأكثر في كتبه رحمه الله تعالى. قال: ومعنى هذا الكلام أنه يجب على جميع الأمة أن تتبع الإسلام، وأنه لا نجاة ولا سعادة للخلق إلا بالإسلام. نعم، كما يعني تقدم معنا في الأبواب الأولى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، يعني من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، في الأبواب المتقدمة، وأفرد لها بابا هنا ليبين أنه لا نجاة للعبد بعد أن بين فضل الإسلام وبين وجوب الدخول في الإسلام، ثم بين بعض يعني صفات الإسلام وبعض خصال الإسلام. بين أيضا زيادة بيان، يعني ذكر أيضا أنه لا يقبل من أحد غير دين الإسلام، أنه لا يقبل من أحد غير دين الإسلام. والإسلام بمعناه الخاص هو المراد هنا، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك
وأهله. هذا هو معنى الإسلام المراد في قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فسر العلماء الإسلام أو عرف العلماء الإسلام بهذا: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فلن يقبل منه. ومن يدخل في هذه الآية قسمان: من كان على غير ملة الإسلام هذا ليس بمسلم، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من كان على دين الإسلام لكن أحدث وجاء ببدع ومحدثات، فهذه لا تقبل منه لأنها ليست من الإسلام. وهذا كما يدل عليه حديث عائشة الذي سيأتي معنا وقد تقدم معنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، لا يقبل منه. إذن فقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا يشمل على النوعين وعلى القسمين: الذين هم على غير الإسلام، على غير دين الإسلام، اليهود والنصارى وغيرهم، ويشمل أيضا من كان مسلما لكنه أتى بما ليس من الإسلام، بما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مردود، هذا لا يقبل. هذا العمل المحدث لا يقبل، وهو في الآخرة من الخاسرين. إن كان الخسارة على قسمين، أو نقول على نوعين: خسارة كاملة وهو الذي يكون كافر والعياذ بالله خالد مخلد في النار، وكذلك خسارة ليست كاملة وإنما خسارة أولية من دخول الجنة دخولا أولي، يخسر من أن يدخل الجنة دخول أولي، هذا أيضا يعتبر من الخاسرين، لأنه يعذب. قال: ومعنى هذا الكلام أنه يجب على جميع الأمة أن تتبع الإسلام، وأنه لا نجاة ولا سعادة للخلق إلا بالإسلام، كما قال تعالى: كما قال الله أي في الحديث: بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. نعم، فمن توفي على الإسلام فله الجنة، إما من أول وهلة إن سلم من المعاصي، له الجنة من أول وهلة أي دخولا أوليا، أول وهلة أي دخول أولي إن سلم من المعاصي، وإما بعد العقوبة التي يقدرها الله عليه بسبب معاصيه التي مات عليها، إن لم يعفو الله عنه ابتداء. عامل المعاصي ومرتكب الكبائر دون الكفر مذهب أهل السنة والجماعة فيه أنه تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة. إن شاء عفى الله عنه، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بغير عذاب، وإن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه، ولكن مآله إلى الجنة. هذا الذي مات على المعاصي والكبائر دون الكفر، موحد، مات وهو موحد ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، إنما عمل الكبائر وأكثر من المعاصي، فهذا تحت المشيئة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف مذهب غير أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. فهؤلاء خوارج والمعتزلة يقولون هذا اتفقوا في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار. الخوارج والمعتزلة يقولون فاعل الكبيرة خالد مخلد، بل غلت الخوارج حتى جعلوا فاعل معصية وإن لم تكن كبيرة خالد مخلد
في النار والعياذ بالله. هذا في الآخرة اتفقوا على هذا الحكم. أما في الدنيا اختلفوا، فالخوارج يقولون كافر، وأما المعتزلة فيقولون لا، ليس بكافر، لكن جاءوا بتقسيم آخر هو منزلة بين المنزلتين. كيف منزلة بين المنزلتين؟ يقولون لا نقول مسلم ولا نقول كافر، وسط، معلق، ما يقول معلق بين السماء والأرض، وسط. هذا مذهب المعتزلة. ولكن مذهب أهل السنة أنه في الدنيا يعد مسلم ويعامل بمعاملة المسلم، وفي الآخرة هو تحت المشيئة ولا يخلد في النار. إن عذب لا يخلد في النار، وإن شاء الله عفى عنه بغير عقوبة، بغير عذاب. والأدلة من الكتاب ومن السنة كثيرة، منها أن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، بعد أن بين الله عز وجل أنه يحصل قتال بينهم، بين المؤمنين قتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وصفهم بالإيمان وهم فعلوا هذه الكبيرة التي قال الله عز وجل فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل في باب القصاص فمن عفي له من أخيه، أخوه من أمه وأبيه، لا، أخوة الإيمان. إذن فهذا هو المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. فقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فمن توفي على الإسلام فله الجنة، وقوله قبل ذلك بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي، فهذا مأخوذ من الحديث، مأخوذ من حديث أبي هريرة تجيء الأعمال يوم القيامة. وقد فسر العلماء رحمهم الله تعالى بمجيء الأعمال يعني بتفسيرين، ومذهب العلماء على قولين. القول الأول أنه يجيء ثواب الأعمال، يجيء ثواب الأعمال. وأما القول الثاني والتفسير الثاني فإنها تجيء الأعمال هي، وهذا يعني الله عز وجل قادر عليه، كما أنه يوزن العمل فكذلك يأتي الله عز وجل بصورة هذا العمل، بصورة هذا العمل. وهذا يعني من الغيبيات، من الغيبيات. كيف يجيء لا نعلم، نؤمن بأن العمل يجيء يوم القيامة فيشفع لصاحبه. قال فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، تجيء الصدقة، يجيء الصيام، يعني دليل على أن الأعمال تتنافس يوم القيامة لأجل يعني أن تشفع لأصحابها، والله عز وجل لا يقبل. فدل ذلك على أن الأعمال لا تنفع إذا لم يكن هناك إسلام أي توحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. إذا لم يكن هناك الأصل، وإن كثرت الأعمال فلا تنفع. فالله عز وجل يقول إنك على خير، لكن هل يأخذ ويعطي بها؟ لا. يعني معنى بك اليوم آخذ أي أعاقب، وبك أعطي أي أعطي الثواب وأعطي الجنة. فلا يأخذ الله عز وجل بهذه، لا يؤاخذ الله عز وجل بهذه الأعمال. نعم بعد الإسلام قد يؤاخذ بترك الأعمال، لكن لا بد من الإسلام. فعندما يأتي الإسلام ماذا يقول الله عز وجل؟ إنك بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. قال فمن توفي على الإسلام فله الجنة، إما من أول وهلة إن سلم من المعاصي، وإما بعد العقوبة التي يقدرها الله عليه بسبب معاصيه التي مات عليها إن لم يعفو الله عنه ابتداء، فليس هناك نجاة إلا بالإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن مات على غير الإسلام ولو عنده ما عنده من الطاعات كأمثال الجبال فإنها حابطة
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفع العمل إذا لم يكن مع العبد إسلام أي توحيد. إذا لم يكن مع العبد إسلام أي توحيد. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك، أي يا رسول الله ويا نبي الله محمد، وإلى الذين من قبلك من الرسل. وهذا خطاب للأمة جميعا: لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يقبل معه عمل، بل تحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء هم المشركون الذين ليس معهم يعني الإسلام، وإن صلوا وإن تصدقوا وإن فعلوا من الأعمال ما فعلوا، لكنهم لم يعني يوحدوا الله عز وجل، فجميع تلك الأعمال تصير هباء منثور، لا ينتفع به صاحبه، بل أعمالهم كسراب، كما قال الله عز وجل في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أي أعمال الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الكافر يعطى بحسناته في الدنيا، يعطى بحسناته بأعمال الخير التي يعملها في الدنيا، يعني مساعدة الفقراء والمساكين وغير ذلك، يجزى بها في الدنيا، أن يفتح الله عليه في باب الدنيا، ثم إذا قدم يوم القيامة لا يجد شيئا من تلك الأعمال. قال: لا بد من التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والدخول في الإسلام بقلبه وقالبه، ثم بعد ذلك الأعمال. فمن استقام على الأعمال دخل الجنة من أول وهلة، أي بعد دخوله في الإسلام وقيامه بالتوحيد وقيامه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقام على الأعمال، فعل الأوامر وترك النواهي وابتعد عن المعاصي، فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء من الذين يدخلون الجنة دخولا أوليا. قال: ومن قصر في شيء من الأعمال الواجبة عليه أو أتى ببعض المعاصي التي حرمها الله عليه، قصر في شيء من الأعمال الواجبة عليه التي لا تخرجه يعني عن دين الإسلام، يعني من الأعمال التي تخرج عن الإسلام، ما هي؟ تركها الصلاة. من ترك الصلاة بالكلية كفر. من ترك الصلاة بالكلية كفر، أي لم يصلي أبدا. هذا كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي بالكلية، لا يصلي شيء، لا جماعة ولا جمعة ولا عيد. لكن إذا كان يصلي مثلا يصلي الجمعة والعيد، فشيخ ابن عثيمين يقول هذا على خطر عظيم، لا نقول هو كافر، مع أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره يقول: من ترك صلاة واحدة فقط، ترك صلاة متعمد حتى خرج، يعني لم يصليها متعمد، يعد كافر. ولكن كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصحيح أنها لا يكفر، هذا لا يكفر، وإنما يقال كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر. أما الكافر كفرا أكبر هو الذي لا يصلي أبدا، قال: لكن هذا على خطر عظيم. قال: ومن قصر في شيء من الأعمال الواجبة عليه أو أتى ببعض المعاصي، الأعمال الواجبة التي لا تصل إلى الكفر. قال: وأتى ببعض المعاصي التي حرمها الله عليه، صار تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ما عنده من المعاصي. فأيضا المعاصي يعني التي ليست كفر،
ليست كفر. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن هداه الله إلى الإسلام وسلم من الشرك فهو على طريق النجاة. فمن هداه الله إلى الإسلام وسلم من الشرك فهو على طريق النجاة، أي أنه لا يخلد في النار ويكون من أهل الجنة، إما من أول وهلة وإما يعني بعد أن يعذب بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة. قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. قال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. قال: وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، صلى الله عليه وسلم نبيا. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وهذا واضح في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وفي قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على جميع الأمة اتباعه عليه الصلاة والسلام، ولو كان موسى أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعهم إلا اتباعه، لأنه بعث إلى الناس عامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساء عربا وعجما جنا وإنسا أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لشرعه بحسب ما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، وليس لهم الخروج عن ذلك. نعم، هذا الباب فيه بيان يعني أنه الواجب متابعة الكتاب وكذلك متابعة النبي، لأنه جاء في نسخة باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وبمتابعة الرسول، متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواهما. فلا ينظر إلى كتاب غير القرآن، لأن القرآن ناسخ لجميع الكتب. وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء، والذي قال الله عز وجل كما في سورة المائدة: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي ناسخ لجميع الكتب التي قبله، التوراة والإنجيل. فقول المؤلف وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء يحتاج المسلمون بينه الله عز وجل في القرآن، كل شيء يحتاج المسلمون في أمور الدين وكذلك في أمور الدنيا، في أمور الدين وكذلك في أمور الدنيا. جاء رجل إلى أحد العلماء المشايخ فقال له: أنتم تقولون أن القرآن تبيان لكل شيء، بين كل شيء الله عز وجل في القرآن. قال له: نعم. قال: أين نجد أن القرآن بين أننا إذا مرضنا نذهب إلى الطبيب، أو أن ليس أننا إذا آلمنا شيء، أننا إذا آلمنا شيء نتعالج؟ ما بين العلاج للأمراض. قال: لا نجد في القرآن علاج للأمراض، لجميع الأمراض. فقال له: بين الله عز وجل ذلك. قال: كيف بين؟ قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، في كل فن هم أهل الذكر. مثلا في الطب
هم الأطباء، هم أهل الذكر في هذا الباب، في مسألة يعني الإصلاح الهندسة، يعني هندسة السيارات أو يعني السياكل. أهل الذكر هم من يصلح هذا، أهل الذكر في يعني مسألة يعني بناء البيوت، الهندسة يعني المعمارية، هم أهل هذه يعني الذين يعلمون كيف تبنى وكيف يبني، هم هؤلاء أهل الذكر. فكل فن له أهله، هم أهل الذكر. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يعني حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء له يعني يهودي بورقة من التوراة وقال يعني اقرأ ما فيها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب معه ورقة قال: ما هذه؟ قال: يعني ورقة من التوراة. قال: أمتهوكون أي متحيرون أو في شك أو في ريب أنتم مما جئت به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب: لقد جئتكم بها بيضاء صافية، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بيضاء نقية. لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعني. وقال: لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني ضللتم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. وذكر: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، أو إلى الناس عامة، إلى الناس كافة أو إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان يحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب كما ذكر العلامة ابن باز على الجميع أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال أنا أتبع اليهود يقولون نحن نتبع موسى، هذا لا يقبل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه. يقولون موسى نبي، يقول نبي في زمانه، أما الآن قد نسخت يعني جميع الشرائع ونسخت جميع الكتب ونسخت جميع الأديان، وبقي دين الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن على ما جئت به إلا كان من أهل النار. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.